نظم فريق البحث في الحكامة والابتكارات وإدارة المنظمات بمختبر البحث في الاستراتيجيات وإدارة التنظيمات بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات وماستر التدبير الإداري والمالي للطلبيات العمومية يوم الاثنين 5 يونيو 2023 بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات وبشراكة مع جامعة الحسن الأول والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ندوة وطنية في موضوع قرارات متقاطعة في المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية. بسم الله الرحمن الرحيم. في الجلسة الأولى فعاليات هذه الجلسة المعنونة بمستجدات المرسوم الجديد للصفقات العمومية. الموضوع اليوم موضوع مستجدات المرسوم الجديد للصفقات العمومية. موضوع له راهنيته لأن المرسوم تم صدوره في الجريدة الرسمية يوم 9 مارس في النسخة العربية ويوم أبريل بالنسخة الفرنسية، واليوم نجتمع في إطار ندوة علمية لتدارس هذا الموضوع وخصوصا الوقوف عند أهم مستجداته، لأن الجانب الإجرائي الآن تم تنزيله، ولكن سيبقى الجانب تنزيل مقتضيات المرسوم على أرض الواقع. إذا مساهمة اليوم الأساتذة الباحثين والمختصين والمتدخلين في هذه الندوة تنصب حول المرسوم الجديد من عدة نواحي، أي من جانب أهم المستجدات، من جانب الفعالية، من جانب المقاولات الوطنية، المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومن عدة جوانب أخرى. الجلسة العلمية الأولى التي كانت لدي مداخلة فيها لأهم مستجدات المرسوم الجديد للصفقات العمومية، حاولت التوقف عند أهداف المرسوم الجديد والمنهجية المتبعة في إطار مقاربة تشاركية، ولكن حاولت قراءة لأهم المستجدات بشكل مبسط، حيث أنني أعتبر كأستاذ باحث أن المرسوم الجديد جاء لإدخال تجديدات على مرسوم 2013 من ناحية مناحي طرق الإبرام، من ناحية عدة مناحي، أدخل فقط تجديدات متماشيا مع أهم المحاور المقترحة، أي أنه احتفظ بأهم مواد المرسوم السابق، ولكن أدخل تجديدات سواء من ناحية المبادئ، سواء من ناحية طرق الإبرام، سواء من ناحية أعمال المهندسة المعمارية، بحكم أن المهندسين المعماريين في جانب الأشغال يقومون بعمل في جانب صفقات الأشغال وفي صفقات أخرى بصفة عامة. كانت هناك تغييرات على مستوى عام أو على مستوى أعمال الهندسة المعمارية في جانب الحكامة، بعض التغييرات التي أعتبرها بسيطة. نحو الرقمنة أيضا للصفقات العمومية، أيضا هناك توجه نحو رقمنة الصفقات العمومية، ولكن ما أؤكد عليه أن المرسوم الجديد جاء كمرسوم لتجديد مقتضيات مرسوم 2013، ولكن هناك دائما تشتت في المراسيم أو في النصوص المنظمة للصفقات العمومية، لأنه كان بالأحرى هو تجميع جميع النصوص في مدونة للصفقات. نعلم جميعا أيها الحضور الكريم أن الحكومة المغربية في إطار الاطلاع بدورها في مجال العمل الحكومي تعمل على تحسين المردودية التشريعية، كذلك في هذا الإطار تقوم بمراجعة القوانين وتحديث هذه القوانين بشكل مستمر. هذا المرسوم الجديد الذي يعتبره الجميع يتضمن جوانب مضيئة، جوانب تلامس مجموعة من الاحتياجات المرتبطة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة. يتضمن هذا المرسوم جوانب تدبيرية مهمة، حيث بالفعل هناك إرادة حكومية نحو تعزيز تدبير مجال الصفقات العمومية لتجاوز الإخفاقات، لتجاوز الأعطاب السابقة. إذن هناك إصلاح تقني مهم جدا ذو بعد قانوني. هذا الإصلاح كذلك قوة هذا الإصلاح أنه جاء يتضمن مجموعة من الأهداف ومجموعة من الغايات الكبرى التي تتعلق أساسا باستحضار الأبعاد الاقتصادية، كذلك الأبعاد الاجتماعية، كذلك الأبعاد البيئية، وهو أعتبره مسألة مهمة جدا، لأنه عندما يكون الإصلاح متكامل هو هناك مقاربة متكاملة للإصلاح تنطلق من هذه الاعتبارات. كذلك هناك توجه نحو تدعيم وحدة نظام الصفقات العمومية، وإذا هي جوانب مهمة. وهناك مجموعة من الأهداف الأخرى التي تروم أساسا مراجعة آلية تقييم العروض في مجال الصفقات العمومية والتركيز على العرض الأحسن، العرض الأحسن بدل الناحية ديال الثمن، بدل العرض الأقل ثمنا، وهو
توجه جديد. إذن هذا الإصلاح الجديد وهذه الأهداف وهذه الغايات النبيلة، لكن تفرض الآن على المحك مسألة الملائمة. إلى أي حد يمكن ملائمة هذا الإصلاح الجديد مع مقتضيات النموذج التنموي، خاصة أن النموذج التنموي يضع مجموعة من الخطوط الكبرى أو التوصيات المهمة جدا التي تتعلق بالارتقاء بمجال الصفقات العمومية والطلبيات العمومية بشكل عام. موضوع الصفقات العمومية يكتسب أهمية بالغة على العديد من المستويات. أولا، قد يعتقد البعض أن الصفقات العمومية هي مجرد أداة أو آلية قانونية لصرف الاعتمادات العمومية. موضوع هذه الندوة كيكتسي أهمية بالغة بالنظر لكونه يتناول موضوع الصفقات العمومية التي تشكل بطبيعة الحال رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ببلادنا. بطبيعة الحال يأتي في إطار الإصلاح الأخير اللي يشمل المرسوم ديال الصفقات العمومية اللي هو مرسوم 22/431. بطبيعة الحال الندوة تناولت العديد من القراءات المتقاطعة في المرسوم الجديد، العديد من المستجدات الهادفة إلى تعزيز وتكريس الشفافية والحكامة ومضاربة المسؤولية بالمحاسبة. لكن بالرغم من هذه المستجدات في المقابل هناك العديد من التحديات التي تواجه التنزيل السليم من هذا المرسوم، منها إغفال العديد من الإصلاحات القانونية الموازية بطبيعة الحال غياب استراتيجية وطنية لتكوين الموارد البشرية. وتأتي هذه الندوة في ظل ما يعرفه الاقتصاد المغربي في الظرفية الراهنة من تحولات جيوستراتيجية عميقة مستخلصة من جل الدروس الناتجة عن جائحة كورونا والظروف السياسية والاقتصادية غير المستقرة التي يمر منها العالم، حيث شكلت حافزا جديدا لإعطاء ديناميكية للاقتصاد الوطني عبر إدخال تغييرات مهمة مستخلصة من توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد، ومنها تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد منتج للثروة لبلوغ أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.